لك قصة مع والدك كانت علامة فارقة في حياتك، حدثنا عنها. علامة فارقة حطها بين قوسين. وش معنات علامة فارقة؟ أحيانا، وأعتقد أنهم قلة من الناس اللي بعض الأحيان يمر عليهم مرحلة أو موقف في حياتهم يكون علامة فارقة، يكون مفصلي، تلحظ بعد هذا الموقف أو هذه العلامة الفارقة أنها تغيرت كل حياتك. وأنا من القلة القليل اللي عاشوا هذا الإحساس، العلامة الفارقة. أنا والدي رحمه الله كان رجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة، ولكنه كان بروفيسور في التربية، لأن التربية ترى ما لها أبدا أي علاقة بالقراءة والكتابة ولا لها علاقة ولذلك سبحان الله العظيم لو تشوف تجد أن متخصصين وعلماء في الاجتماع وفي علم النفس وكذا ما استطاعوا أنهم يربون أبنائهم، وفي ذات الوقت تجد ناس ليس عندهم من العلم شيء وأصلح الله أبنائهم وبناتهم. فهي توفيق من الله وتسديد. فالوالد كان لا يجيد القراءة ولا الكتابة، ولكنه كان بروفيسور في التربية، رجل موفق ومسدد، رجل صالح. الوالد رحمه الله أصيب في آخر حياته بمرض السرطان، وما كان كبير وقتها، يعني يمكن كان بين 65 و70. يعني استحال علاجه، والسرطان بدأ يأكل في جسده حتى أضحى بطنه ملتصقا بظهره. في يوم من الأيام دخلت عليه وهو على فراشه، وكان متكئا، ومثل ما قلت لك بطنه قد التصق بظهره، وكنت أرى علامات الموت على وجهه. دخلت عليه وكان أمامه صينية فيها شيء من الأكل، وضعته أمي، وكانت أمي جالسة بجواره، فلم يأكل منها شيئا. فكنت أرى علامات الحزن على وجه أمي، وفي نفس الوقت كان أبي يلتفت إلي تارة وإلى أمي تارة، ويلتفت إلى الزاد تارة وقد عافى. في هذه الأثناء سبحان الله العظيم تبادر إلى ذهني معلومة عن الوالد، أنه كان يحب إذا حضر أي مناسبة كان يسابق الجالسين على الذبيحة، على مكان العصعص اللي هو عجب الذنب اللي يجي في آخر الذبيحة، كان يحبه كثيرا. فكان يروح أول ما يفعل قبل أن يضع يده لا في إدام ولا في رز ولا يضع يده في العصعص ويأخذه ويجلس يتعرشه. كنت ألاحظه، فسبحان الله العظيم خطر ببالي هذا الموقف، تذكرته وأنا أشوف الزاد أمام أبي. خرجت من البيت، كنت وقتها أنا توي خلصت ثالثة ثانوي، وتوي طلعت بطاقة الأحوال المدنية. كنت حاط بطاقة الأحوال المدنية في جيبي هنا، يعني أستعرض فيها، يعني أصبحت أشعر أن لي هويتي، لي شخصيتي. خرجت من البيت، كان الوقت برد، وكان أقرب مندي قريب من البيت يمكن يبعد 3 كيلو. مشيت على رجلي، طبعا ما عندي سيارة، والله ما كان في جيبي إلا 3 ريال، ورحت لأقرب مندي على بعد 3 كيلو، كانوا فيه يمنيين بعد صلاة المغرب، وجيت عندهم وهم توهم يخرجون الذبيحة من المحنث، فقلت لهم أبغى نفر لحم. فجاءوا يبغون يختاروا لي من اللحم، فقلت لهم أبغى العصعص مع النفر، فأخذوا العصعص ووضعوه مع النفر. لما جينا في الحساب كان قيمة النفر ذيك الأيام تقريبا 20 ريال، وما كان معي إلا 3 ريال. فقلت لليمني، قلت بعطيك بطاقة الأحوال المدنية كرهن، وأتعهد أني أنا إن شاء الله أجيب لك الفلوس وأخذ منك بطاقة الأحوال. وافق اليمني. لو كنت قلت لليمني قبل ذلك يمكن ما يوافق، لكن اللحم قد هو في الكيس. المهم أني أخذت اللحم مع الرز ووضعته داخل الجاكيت وسكرته علي علشان الجو كان بارد وعلشان يبقى دافي، وذهبت عائدا إلى البيت وأنا أجري. وصلت إلى البيت. أول ما وصلت إلى البيت دخلت للمطبخ، أخذت صحن وضعت فيه الرز واللحم
وخليت العصعص واقفا في المنتصف. ثم دخلت على والدي وكان على نفس حاله وأمي جالسة بجواره، ووضعت الصحن أمامه. أول ما التفت إلى الصحن التفت إلى عجب الذنب. لما التفت إلى عجب الذنب التفت إلي وجلس ينظر إلي وينظر إلى عجب الذنب. ثم بعد ذلك قام ووضع يده على عجب الذنب وأخذه، ثم بدأ يلوك اللحم المختلط بالعظم في عجب الذنب. التفت إلى أمي وجدت وجهها تهللت أساريره، لأن أبي وضع زادا في فمه. في نفس الوقت كان أبي وهو يتعرش عجب الذنب كان يلتفت إلي. نزلت دمعة حارة من عينه لا زلت أشعر بحرارتها في قلبي. عندما نزلت هذه الدمعة الحارة التفت إلي وقال لي: روح يا ولدي الله ينور لك. لما قالها لي بكيت، نزلت دموعي تلقائيا من عيني، ما استطعت أن أتمالك نفسي. خرجت من المجلس. لما خرجت من المجلس يعني خرجت احتراما لمشاعر أبي أن يراني وأنا أبكي. أقسم لك بالله، أقسم لك بالله، من بعد ما خرجت وإلى هذا اليوم وأنا أتقلب في أستار الله من أثر هذه الدعوة. بالفعل أقسم لك يمينا أن هذه الدعوة وجدت بابا مفتوحا. وجدت أثر هذه الدعوة في كل تفاصيل حياتي منذ ذلك اليوم وإلى اليوم. منذ ذلك اليوم وإلى اليوم والله الذي لا إله غيره ما أصابني هم إلا وفرج، ولا غم إلا وكشف، ولا أصابتني مصيبة إلا وأزالها الله عني. أصلح الله لي ذريتي، أصلح الله لي أبنائي، رزقني الله رزقا والله إني إذا أقفلت الباب إن الرزق يدخل مع الطاقة. وصلت إلى مرحلة من الغرور إني أقول إني ممكن أسوي أي شيء وما يجيني شيء. أقسم بالله أنني أشعر إن الله معي في كل تفاصيل حياتي منذ ذلك اليوم وإلى اليوم. ولذلك أنا دائما أنصح الأبناء والبنات، أقول لهم: انتبهوا للتفاصيل الدقيقة في حياة آبائكم وأمهاتكم. تروا هذه مؤثرة جدا في الأب والأم. انتبهوا للتفاصيل الدقيقة في حياتهم. التفاصيل الدقيقة في حياتهم هذه لها وقع عجيب وعظيم. ماذا يحبون وماذا يكرهون. ولذلك ترى دعوة من أبوك أو من أمك في لحظة حرجة مثل هذه اللحظات تجد بابا مفتوحا قد تكون مصدر من مصادر سعادتك في الدنيا والآخرة.